بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بالجميع، يا مراحب، يا ألف مراحب، يا 110 مليون مراحب. يا زعيم مراحب، يا رئيس مراحب، يا مصر مراحب. أنا مين؟ رامي كريم، وطلع على قناة إيه؟ شبكة وعي. المرة دي على هيئة إيه؟ أول فيديو عليها. طب هل أنت يا أستاذ رامي محضر ورق أو سكريبت أو حلقة؟ أقول لك لأ. طب امال طالع ليه؟ هقول لك احط اول فيديو على القناه عشان تبقى القناه شغاله يعني. طب هتتكلم في كذا موضوع كده على السريع ولا حاجه؟ هقول لك اي نعم، ايوه، يس، سي، وكل اللغات. يعني ده اول فيديو على القناه. يعني انا عملت كام بس عليها، والمنتديات بنزلها عادي. كانت الفيديوهات بقى اللي لسه فاضيه، فقلت ايه، املاها باول فيديو. ماشي. طبعا انا مش هحتاج اشرح محتوى القناه لاني شرحتها في البثات السابقه يعني. طب امال هتتكلم يا استاذ رامي في ايه؟ هقول لك في موضوع عادي او مواضيع عاديه عامه. طب هتطول؟ هقول لك احتمال يعني، على حسب ما تيجي، مش مهم المده يعني. في برامج ممكن احدد لها مدد معينه او ثابته، بس في الحاجات اللي انا بطلع كده من غير ورق او تحضيرات او الحاجات ديت زي ما تيجي. طيب نبدا بقى الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نبدا بحاجه لسه بكتشفها من شويه، اللي هي ايه؟ قنوات اليوتيوب اللي بتطلع من تحت الارض تطلع تشتم في مصر وفي السيسي وفي الجيش. لا، وهل القنوات دي يعني قنوات سياسيه معروفه؟ اقول لك لا. دي بتبقى قنوات جيمنج، او واحد بينزل عليها العاب، او اللي هو بيلعب يعني بيسجل اللعبه وبيلعبها، ماشي، وبينزلها على اليوتيوب يعني. او قنوات تعليميه. وتهيألي علشان يتشهر اكتر يشتم في مصر او في السيسي، او يتريق بطرق سخيفه. طب اسماء القنوات دي يا استاذ رامي اقول لك كتير يعني. كل شويه بكتشف قنوات بالصدفه كده بتعمل اللي انا بقول عليه ده. يعني مثلا تلاقي قناه هو ايه، كيفيه طبخ مش عارف ايه مع مش عارف ايه، او كيفيه الحفاظ على الصحه، يعني حاجات اللي هي النصائح، او قنوات العاب عاديه ما عنديش مشكله فيها. انا ممكن اعمل قناه زيها او قنوات زيها، اللي هو قنوات اسجل عليها العاب وانزلها عادي، او اقول نصائح لكذا كذا وانزلها عادي.
بس يا حبيبي القنوات دي بتجيب مع الناس فعلا، والناس كتير بتحبها وبتشوف وبتعمل عليها لايكات وبتكتب فيها كومنتات ايجابيه جميله. دي الحاجات الوحيده اللي ما تلاقيش فيها كومنت سلبي واحد. ممكن نقد ماشي، اختلاف في وجهات النظر او الاراء ماشي فيها، لكن ما تلاقي ان القنوات الحاجات دي ما بتجيش مع الناس. تقوم داخل تشتم بقى في مصر وفي السيسي علشان تتشهر اكتر، يقول لك بص ايه ده واحد جديد اهو ما سمعناش عنه قبل كده بيطلع يشتم في مصر في السيسي. الله يلا بينا على رأي عيسى الوزان، يلا بينا. ولا الواد اللي اسمه مستر بوكر دوت اللي طالع ماسك في احمد صبري، بس اليوتيوبر الوطني المحترم، اللي هو في اخر يعني المستر بوكر ده في اخر فيديوهاته كل مره يركب لك احمد صبري واحمد موسى على طبالين، على اجسام طبالين يعني. ناهيك بقى عن احمد عبد المجيد والناس التانية اللي انا اتكلمت عنهم في البث اللي فات. كل قافله او كل اسطول يروح لغزه على عيننا وعلى راسنا، ماشي على عيننا وعلى راسنا، بس تمسونا بكلمه سوء. ف فاقول ايه، الله الغني ولا اقول ايه مش عارف. مره في الموضوع بتاع الفنانه هند صبري، هي ما شتمتش حد، بس انا بقول على اللي ايه، ان القنوات الخرفان اللي استغلوا بقى النقطه دي ويزايدوا على مصر اكتر. انا قلتها المره اللي فاتت، دي مزايدات وقله ادب، قله ادب بالمعنى الحرفي للكلمه، الالفاظ قله الادب واتهام بالكفر وبالتواطؤ او بالتخاذل. انت عايز ايه تاني يا احمد عبد المجيد مصر تعمله علشان تصدق ان مصر موقفها قوي مع القضيه؟ قال ايه؟ لا للتهجير دي تمثيليه، ده بيخططوا للتهجير، ده صفقة القرن، أول واحد قال صفقة القرن مش عارف، كل فيديو يقول كده أول واحد قال صفقة القرن ودي تمثيلية وده فنكوش ويا بتوع الكورة وتحت الجيم ميسي هو ميسي بيقول ميسي و... وابو تريكه اللي بيحلل الماتشات ومش عارف مين وجاب على قفاك فلوس. طب طالما انت عارف ان عبد الله الشريف والناس دول بيعملوا فلوس على حساب دم الناس، بتعمل انت زيهم ليه؟ بتقول نفسك اخبارهم ليه الكذب اللي بيقولوه على مصر؟ هم دول برضه اللي بيقولوا ان الجيش كافر وان الرئيس كافر وان الشعب مش عارف ايه مسكين في 70. انت بتقول زيهم وبتعمل زيهم، يبقى بتعيش الدور علينا بقى. دي قله الادب بقى اللي انا بقول عليها، بجانب المزايدات دي قله الادب اللي بقول عليها. في كلام ان حماس او في مبادره ان حماس تسلم سلاحها، تبقى مصيبه لو حماس وافقت، وفي كلام انها هتوافق، انا ما اعرفش، بس في النهايه ان الشعب الغزاوي الفلسطيني هو اللي بيدفع الثمن لغايه دلوقتي، من اول السبعه ديت لغايه دلوقتي. هتقول لي طب دول مقاومه، اقول لك ماشي يا سيدي، على عيننا وعلى راسنا، على عيننا وعلى راسنا، بس الصفقات وتبادل الاسرى والحاجات ديت كان حصل يعني زي مسلسل فرقه ناجي عطا الله كده، في الحلقات اللي هي لما سرقوا البنك، وبعدين جهاد سعد اللي هو بتاع اللي كان في بيحقق بقى في القضيه بتاع سرقه البنك، اللي هو الاسرائيلي ده اللي كان في المسلسل.
لما ناجي عطا الله اللي هو عادل امام اتفق معاهم يبدلوا الاسرى او يخرج اللي هو يخرجوا اسرى من عندهم يعني مقابل يسلمهم العيال اللي سرقوا البنك، اللي هم بقى احمد السعداني ومحمد امام وعمرو رمزي والناس واللي كانوا في المسلسل. يعني علم عليهم، يعني سلمهم ناس تانيين خالص. بس في الاخر الموضوع تم. لكن حماس كل شويه تاخد اسرى من عندهم وما ترجعهمش، وبتجر البلد والشعب الفلسطيني كله في حرب، وناس تموت واطفال تموت. هتقول لي طب ما انت كده يا رامي بتشتم المقاومه، منك لله حرام عليك، انت لا يمكن تكون مسلم. اقول لك يا عم اصبر، يا عم اصبر اصبر. انت ايه مسكت في دي؟ انا مع الشعب الغزاوي الفلسطيني نفسه الحقيقي، الحقيقي. لكن الدخلاء ملناش فيهم. طب انت كده يا رامي بتغلط في حماس. اقول لك يا عم اصبر يا عم، واحنا نقول طور نقول تقول احلبوه. يعني آه اسرائيل بنت الكلب ديت اللي بتزعم انها اقوى جيش واقوى دوله والحاجات دي، بس في نفس الوقت برضو اللي بيقاوم لازم يكون دارس عدو كويس، وعنده سلاح قد ايه، وعنده جيش قد ايه، وعنده معاونين قد ايه، علشان يعرف يقاومهم او يعرف يحاربهم. المهم، المهم علشان بس ما ايه، ما نتفرعش اكتر، وما يعني والكلام ما يخرجش مني غلط او يتفهم بطريقه غلط. نخلينا في الناس اللي بتزايد. نسيبنا من حماس دلوقتي، خلينا في الناس اللي بتزايد. قبل الناس اللي بتزايد، زي ما انا قلت، الناس اللي بتعمل قنوات جيمنج على اليوتيوب، وبتلاقي كده فيديو او فيديوهين يشتموا في الرئيس السيسي. دي حاجه ملهاش علاقه بالمحتوى القناه خالص. وعلى فكره بقى يا احمد عبد المجيد، نيجي بقى في حته المزايدات. يا احمد عبد المجيد، إيه الجهاد؟ الجهاد فرض علينا كلنا طبعا. بس هو انت فاكر باللي انت بتعمله ده جهاد؟ هو الجهاد انك تذم في اخوك او في زميلك او في ابنك او في ابوك. انا بقول بوجه عام، يعني مش قصدي احمد عبد المجيد نفسه، انا بقول بوجه عام. اللي هو المقصد من كلامي ايه؟ آه ان انت بعتبر نفسك انك القائد الاسلامي الوحيد اللي بتجاهد في العالم، واللي حواليك لا. طب على فكره بقى اللي انا بعمله ده دلوقتي جهاد، بس الجهاد بالطريقه الصحيحه. ده الجهاد بالكلمه، بس بالكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه. ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. وانت دايما بتقولها دايما في كلامك، واحييك عليها، بس انت بتقولها غلط. مش نطقها غلط، لا، معناها غلط. لان ربنا مش هيقبلك يا احمد عبد المجيد، لانك انت مش طيب. هو الطيب يكفر في اللي قدامه؟ الطيب يذم في اللي قدامه؟ الطيب يتشفى في مصائب مصائب الناس؟ كان في مره لما الجيش المصري راح علشان يعني مفاوضات سد النهضه، راح اثيوبيا او السودان مش فاكر. انت قلت ايه؟ انا لو حد بقى رجع من هناك مقتول او مجروح، او هكون فرحان لان الجيش ده كافر ومش عارف ايه. ده الجهاد؟ دي الكلمه الطيبه؟ دي الطيبه اساسا؟ وبعد كل الكلام اللي انت بتقول ايه؟ ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. طب كويس انك رديت على نفسك يا احمد عبد المجيد، والله فرحتني، والله فرحتني.
ولا الواد التاني ابراهيم مصري، اللي طالع. انا اتكلمت عنه كتير، انا اتكلمت برضه عن احمد عبد المجيد كتير، بس ايه، يعني أنا زي ما قلت تكرار الكلام المفيد افضل مليون مره من تكرار الكلام البذيء او اللي بلا فائده او بلا قيمه. يعني ابراهيم مصر ده يطلع يقول هنحاكمك يا سيسي، انزل تحت بيتك وارفع صوتك كده وقول محاكمه السيسي واجب وطني، والجماعه كده بعد الصلاه يقولوا محاكمه السيسي واجب وطني، هتلاقيه هيهرب على طول. بقالكم كام سنه بتقولوا كده، بتقولوا السيسي هيهرب، والله العظيم هيهرب، اقسم بالله هيهرب. ده على اساس بقى ان احنا سامعين اخبار لم يتم العثور على عبد الفتاح السيسي حتى الان مثلا، او طيارته اللي هرب بيها حصل لها حاجه، والناس بقى كلها تسمع الخبر يعني. انتوا موجوعين من السيسي، محروقين منه. هتقول لي يا رب انت كده بتقدس السيسي وبتعبده، هقول لك اخرس يا ابن الناس، استغفر الله العظيم. ما تروح تقول كده على اللي بيقدسوا مرسي طول الوقت في برامجهم او في بثاتهم. ناهيك بقى عن الفنان الخاين وجدي العربي اللي بيطلع يشتم في الناس كلها، حتى مش عامل اعتبار ان كان عشرة معاهم ايام ما كان بيمثل في مصر. يعني وجدي العربي من ضمن الفنانين الخونة والكتاب الخونة. يعني الفنانين الخونة وجدي العربي زي ما قلت، محمد شومان وهشام عبد الله وعمرو واخد وخالد ابو النجا، خالد ابو النجا. والكتاب الخونة علاء الاسواني وبلال فضل. علاء الاسواني يمكن ما كانش معروف. لا دي كانت حاجه اتكسرت، ما تقلقوش، مش مني ده، بعيد هو، انا كويس الحمد لله. علاء الاسواني يمكن ما كانش معروف قوي، يعني يمكن اتشهر اكتر لما كتب فيلم عمارة يعقوبيان. لكن بلال فضل كانت نص كتاباته لكريم عبد العزيز وكده. يعني بلال فضل ده ايه السبب ورا خيانته دي؟ انه يطلع بره مصر ويبقى من الاخوان ويهاجم في الدوله المصريه، يهاجم في البلد اللي اكلته وشربته ونيمته. دي كانت ناقص مش عايز اقول الفاظ، مش عايز اقول الفاظ، ما ايش سامحوني. يعني مصر هي الام، فقامت بكل واجبات الام معاه ومع الفنانين اللي انا لسه قايل عليهم من شويه. لكن الابن العاق هو اللي بينكر فضل ابوه وامه عليه. بس دي الخلاصه، مهما كان بقى سبب خيانته ايه، مش تبرير بالغ، مش تبرير لخيانته. الخاين خاين، خان يخون اخوان. طيب انا كده اكون خلصت الفيديو، وفي النهايه تحيا مصر 3 مرات. وتسلم الايادي، تسلمي يا جيش بلادي. ماشي. ويحيى الرئيس عبد الفتاح سعيد خليل السيسي، رئيس مصر، زعيم مصر، الزعيم تو بعد جمال عبد الناصر. يعني سواء اختلفت او اتفقت معاه واختلفوا وجهات النظر بس يعني في النهايه كلهم بيعملوا لصالح البلد او الدوله، مش زي مرسي بيعمل لصالح اهله وعشيرته وجماعته.
وفي نهايه الفيديو ده هحط لكم الفيديو بتاع حازم ابو اسماعيل ومرسي اللي كنت كل شويه بشغله في البثات ده، في البرنامج المونتاج يعني هحطه معانا. ماشي. واحط معاه الفيديو اللي انا كنت عامله على الفهد الساطع، اللي هو تجميعه بالكلام البلتاجي بتاع ما يحدث في سينا والحاجات دي. ماشي. يلا تصبحوا على خير، يومكم سعيد، مصر قويه، ربنا يكون مع في عون اهلنا واخوتنا في غزه وفلسطين، لا للمزايدات علينا. تقفلوا سفارات بقى، تعملوا قوافل الصمود، ماشي، بس ايه يعني تخليك بعيد عننا احسن، يعني ما تمسناش بسوء يعني. مصر الحمد لله موقفها قوي، رافضه للتهجير، ماشي، يعني لا تمثيليه ولا فوكوش يا احمد فناكيش، يعني ما عندكش دم ولا احساس. ده انت حتى بتتهم الناس اللي بتطلع تتكلم في موضوع غزه وفلسطين انهم فنكوش او بيجروا ورا الفلوس، اللي هم من عندنا احنا يعني بيطلعوا يتكلموا من عندنا. حتى القنوات الشارع مكملين بتوعكم بس عشان دول اللي لينا واللي علينا، هم بيتكلموا لغزه وفلسطين وربنا يكون في عونهم وبتاع وكده، بس بيدسوا السم بالعسل. طبعا انتوا فاهمين بقى انا اقصد ايه. ومع ذلك انت مش عاجبك اي حد، طب انتقد نفسك يا اخي، قول انا احمد عبد المجيد وبعمل زيهم بالظبط، بطلع اتكلم في فراكيش وبطلع الم فلوس على دم الناس، واطلع اكفر فيهم واذم فيهم واشكك فيهم واشكك في اسلامهم واحلف انهم كفار او احلف ان كلامي صح، وبقول في الاخر ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. اذا ربنا مش هيقبلني ليه؟ لان انا مش طيب. ليه؟ لان الطيب ما بيذمش في اخوه الطيب حتى لو اخوه مش طيب، انت ما تعرفوش ولا تعرف اي حاجه عنه، انصحه بس ما تجبروش، ما تتحكمش فيه، ما تبقاش واصي عليه. ده الوعي بقى اللي اقصده والهدف يعني من اسم القناه. طيب، الى اللقاء، ومع تحياتي للجميع، السلام عليكم. احمد بيفكرني بفيديو تاريخي حقيقه، يعني ده يعني هيقفل الليله بقى، يقول لك ايه خلاص مش احنا بنتكلم على الاخوان بيقول لك ايه افتحوا معبر رفح، افتحوا معبر رفح يا عم، البضائع بتخش من كرم ابو سالم، افتحوا معبر يا سيدي والله مفتوح للحالات الانسانيه، لكن كرم ابو سالم افتحوا انتوا خونه، انتوا عملاء، انتوا محاصرين، انتوا بتجوعوا، انتوا ما تعرفوش ربنا. مش ده اللي بيقولوه الاخوان دلوقتي؟ كله بيقول كده دلوقتي. عندي فيديو يعني برضه ربنا رزقنا بيه، يعني بيحكي قصة الخيانة الإخوانية، بيخونوا المبادئ، الكذب البواح، الفجر الإخواني. في 2012 كان في حرب غزة، حرب برضه في غزة، حماس وإسرائيل، وكان محمد مرسي هو اللي بيحكم والإخوان موجودين، والبضاعة المساعدات برضه ما كانتش بتخش من معبر رفح، كانت بتخش من كرم أبو سالم. وساعتها كان مرسي ورجالته يقول لك لا، ما احنا منسقين مع امريكا واسرائيل على الدخول من كرم ابو سالم، رفح لا، نفس الكلام. بس ساعتها كله كان بيسقف. مين اللي كان بيهاجمهم في ذات التوقيت في 2012؟ كان بيهاجمهم حازم صلاح ابو اسماعيل. نسمع الفيديو بتاع حازم وهو بيهاجم الاخوان عشان بيعملوا ايه اللي احنا بنعمله دلوقتي. شوف يا ابني. مصر في عهد الثورة علشان تدخل بعض البضائع إلى غزة، أمريكا رفضت وإسرائيل رفضت، فالحكومة المصرية استجابت لهذا الرفض ولا تدخله إلا من خلال كرم أبو سالم. يا دي المصيبة. ويقال هذا الكلام أمس وأول أمس. لذلك أنا بقولها صراحة، نعم أنا أخشى وأشعر أن الاتفاق الذي تم
تحت تأثير الجبر والإكراه ومصلحة البلد وتفويت العقدة والأزمة وحتى نصل إلى كذا. نعم. طيب أشعر أن هناك اتفاق صريح على إبعاد السلطان الشعبي. شيخ حازم، من يستمع إلى هذا الكلام لا يستبعد أو لا يمكن أن يفهم إلا أنك توجه اتهام صريح إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين هم في السلطة الآن. أنا أوجه نداء إلى الناس أن صوت الشعب الذي يطالب بإيضاح هذه الحقائق لابد أن يكون مدويا وعاليا وقاطعا، بحيث أنه نعم إذا الإخوان المسلمين عليهم الإيضاح يتفضلوا يوضحوا، إذا مع قيادة حزب النور وليس قاعدته، لأنه قاعدة حزب النور مختلفة، إنما قيادة حزب النور نعم توضح. حزب الوسط، حزب المصريين الأحرار، حزب الوفد، عليهم أن يوضحوا انتوا قاعدين في الجمعية التأسيسية بتعملوا ايه؟ ده بيفكرنا ب 2012 و13 ايام الخراب، وهو كان في 2012 كان الاخوان بنفس الكلام زي ما سمعتوا، حازم اسماعيل بيهاجمهم عشان بيقولوا البضاعه من كرم ابو سالم مش من رفح. في الوقت ده كان الصقور اللي هم زي حازم والناس دي بيهاجموا الاخوان، يقول لهم يلا حاربوا، خشوا فين جيش وانتوا دوله اسلاميه وانتوا ثوره وحكومه ثوره. الاخوان كانوا بيردوا عليهم يقول لهم ايه؟ تعال نسمع. اعلان الحرب ده مساله ليست في الحسبان، المفروض ان احنا بنتكلم عن السلام في الدنيا كلها. يا ريت اليهود بتوعنا يرجعوا لنا بعد كده عشان يفتحوا مكان للفلسطينيين بقى، يعني الفلسطينيين يرجعوا بلدهم، يجوا اليهود بقى العرب يرجعوا بلادهم ان شاء الله. يعني انت بترحب بانه اليهود المصريين اللي طردهم عبد الناصر يجب يرجعوا. طردهم ليه؟ طردهم ليه؟ So you support the existence? Yes. You accept the existence of Israel? Yes, I accept to make ceasefire between Palestinian and Israel. We can make even a long ceasefire, but we should say to Palestinian, you should recognize Israel. نحن نرى أن اليهودية أقرب إلينا من المسيحية. زارني في بيتي جماعة من اليهود. أمريكا تخاف على إسرائيل إن الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا إلى إسرائيل. منين جبتم هذا الكلام؟ بس بنعيش ذاكرة حضراتكم بس عشان ما حدش يتخيل إنه لا الموضوع إحنا شرفاء الحمد لله، شرفاء جدا الحمد لله، ولا نخون لا ديننا ولا نخون وطننا ولا نخون قضايانا ولا نخون مبادئنا. هؤلاء هم الخونة المأجورين اللي بيقوموا بأدوار وظيفية، وأنا بسميهم الصهيونية الإسلاموية. خليني أقول لحضراتكم إن واحنا جايين بنقول رسالة واضحة جدا للعلمانيين وبنقول للليبراليين ان لو سقطت شرعية مرسي وهي مش هتسقط وانتوا اقل من ذلك بكثير، بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة وهيبقى في تفجير بريموت كنترول وانتوا اقل من ذلك بكثير. ايها الاخوة، اننا لقد توعدونا ب30/6 ونحن نعدهم بانهم سيسحقون في هذا
جديدة سنأتي نحن أيضا بأمر عظيم بالثورة الإسلامية. ينتفض اليوم بالملايين ضد الانقلاب العسكري هو شعب مصر الذي يختلف مع الإخوان المسلمين أحيانا ويختلف مع الرئيس مرسي كثيرا، لكنه يعرف أن الذي حدث أول أمس هو انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب وعلى صندوق الاقتراع وعلى الدستور وعلى الإرادة الشعبية وعلى الدولة المدنية واستعادة للدولة العسكرية البوليسية، وبالتالي لن نقبل بهذا الانقلاب ولو على رقابنا. شباب الشعب المصري، شباب التيار الإسلامي، شباب الإخوان المسلمين، بوجود المرشد أو بدون وجود المرشد، بوجود رئيس الحزب أو دون وجود رئيس الحزب، بدون قيادات الحزب أو بها، سيستمر في ثورته حتى يعيد الحق لأهله، حتى يرجع هذا الانقلاب العسكري، حتى يعود الرئيس المنتخب، حتى يعود الدستور المستفتى عليه، حتى تعود المرجعية لصناديق الاقتراع، حتى تعود الإرادة الشعبية وليس الدبابات. نحن لسنا المتحكمين في الأرض، 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 لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله. الدكتور محمد البلتاجي منسوب إليه تصريح أن العمليات الجهادية في سيناء لن تتوقف حتى يرجع الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم، يعني ما تعليقك؟ يعني فبركة مخابراتية إعلامية. أنا كان حد زيك بيسألني عن الأحداث في سيناء فقلت بالحرف الواحد: ما يدور في سيناء لا علاقة لنا به من قريب ولا بعيد. الجميع يعلم أن الإخوان المسلمون لم ولن
يستخدموا عنفا في يوم من الأيام. لكن الجميع يدرك أن حالة الغضب الموجودة في محافظات مصر الآن في سيناء وفي غير سيناء هي رد فعل لهذا الانقلاب العسكري، وبالتالي حينما يتوقف هذا الانقلاب العسكري مؤكد أن كل مظاهر الغضب في مصر في سيناء وفي غير سيناء. طبعا زي ما ممكن حضرتك لو انت تريد ان تضلل الرأي العام هتاخد تقطع النص الاولاني وتقول في سيناء وتترك باقي الكلام، وانا اقول الغضب في سيناء وغير سيناء سيتوقف حينما يتوقف الانقلاب العسكري، ليس باعتبارنا الفاعلون له ولا علاقة لنا به، لكن هذا رد فعل طبيعي. هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. Daha liderimizi yedirmeyeceğiz kardeşim. Şimdi onun için biz artık bir olmamız lazım, birlikte olmamız lazım. Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz ya, kan ağlıyor. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'da. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde talim şeyimiz oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık. Bismillahirrahmanirrahim. كان ضروري ان انا بسرعه اقطع زيارتي وحضوري للمؤتمر الاتحاد الافريقي في اثيوبيا، وخلوني ابدا بكلامي ان انا اوجه التعازي مش بس كمان لأسر الشهداء، التعازي لينا كلنا لكل المصريين. وبصراحة احنا محتاجين نتوقف عند مجموعة نقاط مهمة جدا أنا عايز أأكد عليها. خلال لقائي مع الإعلاميين امبارح بسرعة كده وأنا في طريق المغادرة، أنا قلت تعبير وهكرره دلوقتي. أنا قلت إن إحنا مصر وتجابه أقوى تنظيم سري في العالم. ده معناه إيه؟ معناه إن المصريين في 30/6 و3/7 خدوا قرار من أخطر القرارات في العصر الحديث اللي إحنا موجودين فيه ده. قرار كبير قوي أنتوا خدتوه. بقول انتوا يا مصريين اللي اخدتوه مش حد تاني. قلتوا لا احنا مش هنكمل، وعشان كده انا جيت يوم 21/7 وقلت انا عايز تفويض في مواجهة الارهاب والعنف المحتمل، لان انا كنت متأكد ان هو ده هيبقى المسار اللي احنا هنتحرك فيه. انا بأكد لكم ان يوم 21/6 ومن فضلكم افتكروا التوقيت ده كويس، يوم 21/6 احد اكبر القيادات لهذا التنظيم ان ما كانتش هي المسؤولة عن كل شيء فيه طلب لقاء مع قيادي اخر معايا شخصيا. انا بقول الكلام ده وقلته قبل كده في جلسات مغلقة، لكن انا بقوله للمصريين كلهم عشان يبقوا عارفين احنا بنتعامل مع مين. احنا عارفين احنا بنتعامل مع مين. لمدة 40 دقيقة واكتر هذا القيادي كان بيقول لي هنجيب او هتلاقي من كل ربوع الدنيا ناس جاية تقاتلكم، من افغانستان، من باكستان، من سوريا، من العراق، من مصر، من فلسطين، من ليبيا، من كل الدنيا هتيجي تقاتلكم. ده كان اليوم 21/6.
يوم 21/6. انا كنت عارف كويس قوي ان ده اللي هيحصل، وانتم متهيألي كمان كنتوا عارفين ان احنا هنقابل موجة ارهاب كبيرة قوي، لان احنا جينا على تنظيم في اقوى حالاته، تنظيم بقاله سنين طويلة جدا مستقر، بيخطط، جاهز، نافذ، ناجح في العالم. في دول بتقاد النهاردة بقيادات من هذا التنظيم. تفتكروا الدول ديت هتبقى بتعمل ايه؟ هتسيبنا في حالنا؟ شوفوا المواجهة دي مواجهة صعبة وقوية وشريرة، وهتاخد وقت طويل، هتاخد وقت طويل، واللي بيدفع ثمن الوقت ده كل المصريين. الجيش هم ولادكم، ولاد الشرطة هم ولادكم، ولاد مصر، لكن هم مستعدين يدفعوا الثمن ده عشان البلد دي، ومش بس عشان البلد دي، عشان المنطقة دي بالكامل كانت هتتحول لنار لا يعلم مداها إلا الله. تتحكموا يا تتقتلوا. ها صحيح، أنا بالنسبة لي ممكن أتقتل، ما عنديش مشكلة. أيوة أنا بقول لكم كده، أنا مستعد أتقتل وهقابل ربنا، وهقابل ربنا باللي أنا عملته، هقابل ربنا باللي أنا عملته. تاني بقول يا هتتحكموا يا هتتقتلوا، هو كده. انتوا قلتوا لا، قلتوا لا مش هنتحكم، قلنا احنا نتقتل مكانكم. هو الحكايه كده، هي الحكايه كده. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا ما يهمنيش اي حد في الدنيا غيركم، انا ما يهمنيش غير المصريين. مستعد اقف قدام الدنيا كلها، انما تكونوا انتوا معايا، انما غير كده انا ما اقدرش اقاوم الا بيكم، ما اقدرش اقاوم الا بيكم انتم المصريين اللي انتوا غيرتوا الدنيا دلوقتي، وانا مش هقدر اغيرها الا بيكم. ده امر لازم يبقى واضح جدا جدا. احنا ما بنخافش وخدنا الاجراءات. وانا عايز اقول في الاخر، اللي ساعدكم واللي اداكم احنا عارفينه وشايفينه ومش هنسيبه. اقول تاني، اللي ساعدكم واللي اداكم احنا شايفينه ومش هنسيبه. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى هننتصر في هذه المواجهة بالعمل وبالجهد وبالدم. انتوا مش عارفين هم بيعملوا كده ليه؟ هو انتوا لسه مصريين عايزين تكملوا الكلام ده؟ انا قلته قبل كده وبقوله تاني، عايزين تعملوا مؤتمر اقتصادي. امبارح اتسالت السؤال ده، بيقولوا لي اخبار المؤتمر الاقتصادي ايه؟ قلت لهم المؤتمر الاقتصادي دراع مصر. انتوا فاهمين يعني ايه دراع مصر؟ ايوه، احنا مستعدين نجوع ونبني البلد ان شاء الله، ان شاء الله، مش في الارهاب، في بناء مصر الحديثة ان شاء الله بيكوا يا مصريين. ان شاء الله مصر هتكبر رغم كل اللي بيتعمل، رغم حقد الحاقدين وكيد الماكرين. مش هيقدروا. ليه؟ بس عشان المصريين ارادتهم قوية، وهم ان شاء الله على الحق. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله